الجنرال بيربس مودلز وازاي استخدمها في التسويق. تخيل كده انك مدير تسويق او صاحب شركه وبتحاول تعمل حمله تسويقيه ضخمه. اول حاجه هتدور عليها هي الادوات اللي هتساعدك عشان تحقق الهدف ده وتحققه باقل تكلفه واعلى جوده. وهنا بتيجي قوه النماذج العامه، المفاتيح الخفيه لاستغلال الذكاء الاصطناعي باقصى امكانياته. اتكلمنا في الجزء الاول عن الجنريتيف اي اي وايه السر ورا التطور اللي حصل خلال اخر كام سنه، واتكلمنا عن انواع النماذج او المودلز اللي بيقدمها. النهارده هنتكلم عن النماذج العامه او الجنرال بيربس مودلز، واللي فتحت ابواب جديده جدا جدا في عالم الابتكار والابداع. خلت الدنيا تبقى اسهل على الغير متخصصين في كتابه الاكواد البرمجيه زي حالاتنا كده احنا الماركتيرز اللي محتاجين نطلع كم كبير من البيس اوف كونتنت الجامد جدا في وقت قليل. خليني اوضح ان الجنريتيف اي اي او النماذج العامه او الجنرال بيربس مودلز هم في الاساس جزء من نفس الفئه التكنولوجيه، لكنهم مختلفين شويه في التعريف والتطبيق. الجنريتيف اي اي زي ما شفنا ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي بيقدر يخلق محتوى جديد تماما زي النصوص والصور والفيديوز والموسيقى، والنماذج دي زي GPT-4 ودال وغيرهم. مش بس بتحلل البيانات اللي بتاخدها، لكن كمان بتقدر تبتكر محتوى جديد وكأنه معمول بإيد إنسان. يعني لو طلبت منها تصميم صورة جديدة أو كتابة نص جديد هتطلع لك حاجة مبتكرة محدش عملها قبل كده. لكن الملاحظة هنا إن النماذج دي بتعتمد على نموذج واحد في كل مرة، يعني كل نموذج بيشتغل في نطاق معين جدا من الإبداع. النماذج دي بتتعلم من كميات ضخمة من البيانات، وكل ما تتعلم أكتر كل ما بتخلق محتوى متنوع وأحسن وواقعي أكتر. فطول الوقت انت محتاج تزودها بمدخلات جديدة عشان تزيد قدرتها على الابتكار. طيب الجنريتيف بيربس مودلز هي النماذج العامة زي ChatGPT-4 وبرت، وهي نماذج مصممة للتعامل مع مجموعة متنوعة كتير من المهام في نفس الوقت. يعني بدل ما تكون متخصصة في مهمة واحدة زي تحليل النصوص أو التعرف على الصور، النماذج العامة دي بتقدر تعمل مهام كتير جدا ومتنوعة. فمثلا نموذج زي GPT-4 ممكن يكتب لك نص ويترجم للغة تانية ويرد على استفساراتك ويحلل البيانات في نفس الوقت. النماذج دي بتتعلم من بيانات متنوعة لكن مش بشكل متخصص زي النماذج الخاصة بالجنريتيف اي اي، فبتقدر تقدم حلول مختلفة وفعالة في مجالات مختلفة جدا بما فيها المهام الخاصة اللي بيعملها الجنريتيف اي اي، وده بيديك مرونة أكبر في استخدامات التقنية دي. باختصار النماذج الخاصة بالجنريتيف اي اي قادرة ان هي تقدم محتوى مبتكر وفريد بناء على تدريب عميق على بيانات ضخمة. يعني لو عايز تعمل تصميمات جديدة او نصوص ابداعية او محتوى تفاعلي، النماذج دي هتخليك لاعب. من الناحية التانية النماذج العامة بتوفر لك مرونة في التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام في نفس الوقت، فانت تقدر تستخدمها في تحليل البيانات، توليد نصوص، تعمل حملات اعلانية، تعمل حاجات كتير مع بعض. لكن السؤال المهم دلوقتي هو ازاي فعلا بنقدر نستفيد من كل المزايا دي في التسويق بشكل عملي جدا. خلينا نشوف مع بعض ازاي النماذج العامه بتساهم في تحقيق نجاح ملموس للحملات التسويقيه وبتساعد الشركات عشان تحسن استراتيجياتها بشكل كبير. يلا نشوف سوا ايه هي المزايا اللي بتخلي النماذج العامه دي هي احسن اختيار للمسوقين بشكل عام او اصحاب البيزنس. تخيل كده انك مدير تسويق او صاحب شركه وبتحاول تعمل حمله تسويقيه ضخمه. اول حاجه هتدور عليها هي الادوات اللي هتساعدك عشان تحقق الهدف ده وتحققه باقل تكلفه واعلى جوده. وهنا بتيجي قوه النماذج العامه زي GPT-4 اللي ممكن تخلي شغلك اسهل وتديك نتائج مبهرة من غير ما تضيع وقتك في حاجات كتير. أول ميزة هتحس بيها هي تعدد الاستخدامات. النماذج دي زي جوكر فرع الكوتشينة، تقدر تستخدمها في حاجات كتير جدا جدا بدل ما تشتري أدوات متخصصة لكل حاجة على حدة. النموذج العام بيقدر يعمل حاجات كتير في مرة واحدة، يعني لو عايز مقال تسويقي، تصميم إعلان جذاب، أو تحليل لبيانات السوق، هتلاقي النموذج العام جاهز يخدمك في كل الأحوال. تاني حاجة هتلاحظها هي الفعالية في التكلفة. أكيد هتوفر فلوس كتير لأنك مش محتاج توظف فريق ضخم عشان يعملوا شغل الماركتينج، مش هتحتاج تدور على فرق كتير من المصممين أو كتاب أو محللين. نموذج واحد بس يقدر يعمل شغلهم كله. النموذج ده بيقدر يولد محتوى بجودة عالية وكمان بتكلفة أقل بكتير من إن أنت توظف 4-5-6 موظفين متخصصين. يعني بدل ما تدفع مرتبات لفريق كامل تقدر تستثمر في نموذج واحد يعمل لك الشغل كله. وطبعا توفير الوقت والمجهود بيكون واحد من أهم المزايا. النماذج العامة بتشتغل بسرعة ودقة أعلى من الإنسان في بعض المهام، فبتقدر تحلل البيانات وتولد المحتوى في وقت قليل جدا جدا، وده بيوفر وقت كبير للفريق بتاعك عشان يركزوا إن هم يخلقوا استراتيجيات تانية وأفكار مترقعة بدل ما يكونوا مشغولين
مستمرين طول الوقت في انتاج المحتوى. كمان لو بنتكلم عن التخصيص العميق، النماذج العامه بتقدر تفهم العميل بشكل مميز. ازاي؟ عن طريق تحليل البيانات اللي جايه من تفاعلاته السابقه. فلو عميل بيحب منتج معين، النموذج ممكن يرشح له حاجات شبيهه ليه، او يكتب له ماركتنج مسج خاصه بيه تخليه يحس ان الكلام معمول ليه هو شخصيا. وطبعا ما ننساش الابداع والابتكار. النماذج دي مش بس بتقدر تعمل الشغل التقليدي، لكن كمان بتخلق افكار جديده ومبتكره. ومن الحاجات المهمه كمان هي تحسين الجوده. بفضل قدرتها على معالجه البيانات بشكل دقيق، النماذج دي بتضمن ان جوده المحتوى تكون متناسقه في كل مره، لان العملاء بيلاقوا نفس الرساله واضحه وثابته على كل المنصات. واخيرا ميزه توفير الموارد اللي بتخلي النماذج العامه حل مثالي لاي شركه عايز تبدا في موضوع اتمته المهام الروتينيه اللي بتاخد وقت طويل جدا، زي كتابه التقارير او ان انت تابديت محتوى او تحلل بيانات او حاجات تانية كتير ممكن تعملها بشكل كامل. ده بيوفر وقتك ومجهودك وبيوفر لك في التكاليف، وبيخليك تركز على حاجات تانية اللي محتاجه تفكير فعلا، وكمان بيحسن كفاءة عملياتك بشكل عام. النماذج العامة للذكاء الاصطناعي بتقدم لك كل اللي انت محتاجه في الماركتنج بذكاء وفاعلية، بتخليك دايما سباق بخطوة في سوق مليان منافسة. ها بقى، صدقتني لما قلت لك ان الاي اي مش هيوقف دماغنا، بالعكس هيخليها تشتغل اكتر، بس تشتغل في انشطة ابداعية مميزة او حاجات خطط استراتيجي او يعني حاجات ذات قيمة اكبر، بدل ما بنضيع وقت وفلوس وحاجات كتير في التنفيذ نضيعها في التخطيط زي ما بتعمل اي اداره محترمه. واحب برضه اعرف رايك، لسه مقتنع انه هياخد مكانك في الشغل، ولا هيساعدك تطور شغلك وتكسب عملاء اكتر واسواق اكتر عشان بقى عندك وقت تفكر فيه بدماغك اكتر، مش داير في عجله الانتاج؟ تابع معايا مجموعه الفيديوهات الجايه اللي هنتكلم فيها عن ازاي الاي اي هيكون ايدك اليمين في شغل التسويق، سواء في شركتك او لعملائك كايجنسي وفي كل حياتك. لو شايف ان المحتوى ده مهم ليك، ادعمني بلايك او سيب لي كومنت بسؤالك، بجد بجد هيفرق معايا. يلا بينا.